سلام حبابي، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا في امان الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد او لا وصفه جديده ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنسوش تدخلوا القناه تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ديما غادي نجيكم بوصفات جداد ان شاء الله في حله جديده. مرحبا بكم في الفيديو، ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بقاو معايا. هنايا بالنسبة للتوابل أولا العطرية اللي غادي نستعملو في الدجاج، عندي هنايا الملحة، الإبزار، سكينجبير، الخرقوم، عندي هنايا قزبر يابس، عندي العطرية ديال الدجاج، شوية ديال التحميرة، شوية ديال السودانية على حسب الذوق. عندي هنايا 4 ديال الفصوص ديال الثومة محكوكين، كاس الضرب مخلط ما بين زيت المائدة وزيت البلدية. وهنا عندي 3 د البصلات يكونوا كبار مقطعين بهذه الطريقه. هنا عندي نص دجاجه، وانتم على حسب افراد العائله بغيتو تستعملوا الدجاجه كامله اولا النص ديالها. هنا استعملت النص ديالها انا. وغادي تشرطوها بالموس، تفلحوها بالموس باش يدخل فيها العطريه. عندي هنايا الربيع، قزبر ومعدنوس، كميه على حسب كميه ديال على حسب الدجاج اللي عندكم. هنايا العطريه غادي ندير اول حاجه هي الثومه، غادي ندير الملحة، قزبر معدنوس عفوا. عاد غادي ندير التوابل دابا. الملحة، معلقة صغيرة د الملحة ولا معلقة ونص ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الابزار، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، نص معلقة صغيرة د السكينجبير، نص معلقة صغيرة ديال الخرقوم، ونص معلقة صغيرة د القزبر يابس، وكذلك التحميرة حتى هي نص معلقة، العطرية ديال الدجاج عفوا، والتحميرة نص معلقة صغيرة، والسودانية كذلك. هنايا تقدروا في هذا الخليط هذا تزيدوا واحد شويه ديال الخل، كيعطي واحد المذاق زوين. هنايا غادي نخلط العطريه ديالنا التوابل ديالنا مع قزبر ومعدنوس، وعاد غادي نزيد الزيت، هنايا الزيت ما درتهاش كامله حيت داك الشويه اللي خليت غادي نديرو في الكوكوط. هنايا بالنسبه للدجاجه ديالنا كيف كتشوفوا راني فلحتها بالموس. هنايا غادي ندخل فيها ديك الشرموله كلها، غادي ندخل فيها ديك الشرموله كامله في الظهر ديالها والداخل ديالها، ما نخليلاش شي بلاصه اللي ما فيهاش شرموله حتى تلبس كامله بديك الشرموله. ها نتوما كيف كتشوفوا، حتى واحد الجليده ديالها راه غادي نوريها لكم. هنايا كيف كتشوفوا كنأكد مزيان ديك الجويهات اللي مفلحاهم، كندخل فيها شرموله مزيان باش تدخل مع شرموله مزيان. وهنايا تما بين الجلده واللحم ديالنا ديال الدجاج غادي ندخلو فيه ديك الشرموله حتى هي باش تجي ملبسه كامله بشرموله. هنايا غادي نخليها واحد الساعه المكان على ما تشرب داك الشرموله مزيان، ومن بعد نتلاقاو. بقاو معايا. هنايا من بعد ما دازت الساعه المكانه ديال باش رتاحت هاد الدجاجه هادي، هنايا غادي ندير في الكوكوط، غادي ندير البصله، غادي ندير عفوا الزيت هي الاولى، عاد غادي ندير البصله،
وغادي ندير فوق منها الدجاج وغادي نقليهم مزيان، نشحرها مزيان في الكوكوط، ومن بعد ديك الساعة نرويو بشوية ديال الما، منكتروش الما حيت أصلا البصلة كطلق الما ديالها، ومن بعد نتلاقاو في الشكل النهائي. بقاو هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديال اليوم. هنايا الدجاج حمرته في الفران، والدغميرة ديالنا كتجي خاترة ومعلكة، صراحة كتجي زوينة بزاف. هنايا درت لها الزيتون مع الجنيبات. هنايا غادي يطلع لكم الانستغرام ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش تدخلوا قناتي، تابوناو وتضغطوا على زر جرس باش يوصلكم كل جديد. مرحبا باي طلبيه ديالكم على الراس والعين، مرحبا بكم والف مرحبا. ما نطولش عليكم فيديو، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.